السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم قصة جديدة. هذه واحد المرأة كبيرة شوية في السن، مهم في ديك الستينات السبعينات. عندها بنت وحدة كتقرا في الجامعة، وعندها جوج ولاد برا كبروا وتزوجوا ومشاو برا، وبقات هي وبنيتها. عندها الخدامة كتجي تشقى ليها، وفي العشية كتمشي بحالها. واحد النهار قالت ليها بنتها: انا غادي نمشي لدار جدي واحد يومين ونجي. هذه بنتها اللي قرا في الجامعه. قالت لها سيري، قالت لها راه غادي نقرا في الجامعه اليوم، ومن الجامعه غادي نمشي. قالت لها سيري. مشات البنت هذيك يومين عند دار جدها، واللي من جات بنتها حلت باب الدار وطلعت كتعيط: ماما ماما ما صابتهاش. دخلت للبيوت ما لقاتهاش، وكتشم واحد الريحه كريهه. قلبت في البيوت ما لقاتهاش، وهي تمشي للحمام لقات امها في الدوش، في البانيو ديال الدوش، عامر عليها بالماء وميته. البنت شافت داك المنظر بدات تتغوت. عيطوا للجيران البوليس من بنتها بدات تغوت وخرجت كتغوت. الجيران تجمعوا عيطوا للبوليس، جاو داوها البوليس، داو بنتها وعيطوا للشرطه العلميه. شافوا داكشي وهزوا المراه للتشريح. البنت بقات مصدومه وبداو يحقوا معاها. قالوا ليها: مال امك شكون اللي معاها في الدار؟ قالت لهم: وانا كنت مشيت لدار جدي، قريت في الجامعه وقلت لها راه غادي نمشي نبات في دار جدي واحد يومين ونمشي. قالوا لها: كيفاش بغيت تباتي يومين في دار جدك؟ قالت لهم: انا قلت لهم مشيت لدار جدي باش حك ما قارياش الغد، وقلت لها غتباتي يومين في دار جدي ونجي. قال لها: امك شكون اللي كيعيش معاها في الدار؟ قالت لهم: مع انا وكاينه واحد الخدامه كتجي تشقى لينا وتمشي. حقوا مع الخدامه، وقالت لهم: انا كنجي عاد نشقى ليها وننظف ليها كل شيء، ومن تلحق العشيه كنمشي بحال. جابوا الجيران وحقوا معاهم والو. والشرطه العلميه صابوا البصمات بين المراه ميته خنوقه مقجوجه، واللي الطبيب الشرعي قال ليه جهه لا يسرى ضاغطين عليها بزاف في القجه، والجهه اليمنى ما مضغوطش عليها في القجه. اذا اليد اللي قجتها للجهه لا يسرى، قال ليه اليد لا يسرى هي اللي خنقتها مزيان حتى قجتها، لدرجه كاين الضفران ديالو داخل خانقه بالضفران ديالها. بقاو كيحقوا وكيجيبوا الجيران وكياخذوا البصمات وداكشي. غوتوا لبنتها وقالوا ليها: اجي قولي لنا الخدامه كتجي عب بحدها، ما كيجي معاها حد، ما عندها شي حد من فاميلتها كيجي. قالت لهم: لا، كاين راجلها وكيجي كيطلع عند الوالده ديالي كتدور معاه دائما وكتحن فيهم. فعلا عيطوا للراجل، راجل الخدامه، ومن مشى عندهم قال لهم كيبكي فعلا وكيبكي، وقال لهم: كتحن فيا وكتكسري وليداتي وكتصيفط لنا الماكله، وانا راجل على باب الله. وانا قالوا لي: كيفاش انت راجل على باب الله وحنا سمعناك شريتي طوموبيل هاد الايام؟ قال لهم: هادشي فلوس كنت مخبيها وقلت نشريها طوموبيل. بداو يحقوا معاه. عيطوا لداك الطبيب الشرعي اللي يدير البصمات، عيطوا ليه قال لي: غنصيفطوا لك واحد وغتهز البصمات ديالو. هذاك الطبيب الشرعي قال لهذاك الضابط حق صاحبه، قال لي: انا جاي عندك تما للبيرو. قال لي: ها هو السيد عندي هنا. قال لي: انا جاي عندك للبيرو. قال لي: انا قريب لك وغادي ندوز عندك للبيرو عاد صيفطوا لي وناخذ البصمات ديالو. جا هذاك الطبيب الشرعي ومن دخل صاب السيد واقف. دخل عنده قال لي: هذا هو اللي بغيت نصيفط عندك تاخذ ليه البصمات ديالو. قال لي: هذا هو اللي قاتل. هذا الطبيب الشرعي قال لي: هذا هو اللي قاتل. قال لي: باقي ما خديتي لا بصمات لا والو، كتقول لي هو اللي قاتل. قال لي: هو اللي قاتل، انا عرفته هو اللي قاتل. هذا الطبيب الشرعي قال لي: شوف تاخذ البصمات بعد، احنا بغينا نصيفطوا لك تاخذ البصمات. قال لي: هذا هو اللي قاتل. حاك هذا راجل الخدامه
عندو ايد مزيانه وعندو ايد معوق منها، عندو ايد فيها عجز الصبعان، خليقه من عند الله، في عجز الصبعان وعوجه شويه. قال لي اش قلت لك من درت التقرير ديال الخلق ديال المراه، قال لي قلت لك الجهه اليسرى مضغوطه، هي اللي قتلتها، ضغط عليه بالجهه اليسرى، ضغط عليها مزيان وقجها مزيان بالجهه اليسرى، واللي لا يمنى راه ماشي هي اللي قتلتها. قال لي وهذا عنده اليسرى هي اللي صحيحه ولا يمنى هي اللي عنده مريضه يدو الاخرى. تما الضابط قال لي شوف قبل ما ناخذ البصمات اعترف اشنو داير، راه حك لا خدينا البصمات ولقيناك انت غادي نعذبوك، لحقاش غادي عاد تزيد علينا بدوك البصمات وغادي عاد تخدم الطبيب الشرعي بلا حاجه. تما الراجل حضر راسو تحت وقال لي انا فعلا انا. قال لي قلتي كانت كتساعدك؟ قال لي كانت كتساعدني دائما وكتعطيني الفلوس دائما وكانت تحن فيا دائما. ولي هذاك النهار غرني الشيطان. قال لي كيفاش غرك الشيطان؟ قال لي هذاك النهار المراه لحقتها لعند الحاجه اللي هي المراه اللي ماتت، قال لي طلعت والمراه عطاتني كليت وشربت، من عطاتني الماكله ناضت ومشات للماريو ديالها وجبدت واحد المبلغ الفلوس وعطاتو ليا، وهي دائما كانت كتدور معايا ويلي واحد المبلغ بسيط. هذاك النهار عطاتني الفلوس، عطاتني واحد المبلغ لا باس به. بقيت كنشوف في المراه ديالي اللي هي كتخدم الحاجه، والمراه هي شافت فيا، واللي من خرجت اتصلت بيا المراه وقالت لي عرفتي الحاجه علاش عطاتك هذاك المبلغ زايد تاع الفلوس ماشي بحال الموالف؟ قلت ليها ما عرفتش، تهلات فيا مزيان وعطاتني الفلوس. قالت لي راحك بايعه ارض وراه راكده على عربت الفلوس. قلت ليها مزيان راه تهلات فيا. قالت لي المراه انا ما عيطتش لك انا باش نقول لك تهلات فيك، عيطت لك باش تشوف كيفاش غادي دير وتشفرها ناخذ حنا هذوك الفلوس. قال لي المراه ما قالت لي هكا نلعب الشيطان في دماغي وراتني قالت لي كيفاش دير. قالت لي شوف راه من غادي نتغداو الحاجه كتاخذ واحد الفانيد وكتنعس دواء، كتاخذوا الراسه وكتنعس، وانا غادي نقول لها راه غادي نتكا شويه بنفقتي، انت هذيك الساعه غادي تجي وغادي نحلك وغتمشي نيشان للماريو غنوريك فين كاينين فلوس وغتاخذهم وغتمشي، وانا غادي نبقى حتى العشيه ونمشي باش ما نعيقش. فعلا جا وحلت ليه مرتو ومشى للماريو اللي فيه الفلوس وبدا يحل باش ياخذ الفلوس. الحاجه مولف الفاني كيغمق عليها وكتنعس، ولله الله سبحانه وتعالى داك النهار ما كانش باقي يشد فيه الفانيد او لا، الله بغى يبين ليها او لا. حست بيه وحك شافته حك من ورا الغدا كيكون نهار شافته وعرفاته. قالت لي اش كدير؟ جات هي مراتو تجري وهي تقول لي حسنا شوفي راجلك اش كيدير، شوفي راجلك كيحل ليا في الماريه، وهي تقول ليه هي هذه حسنه اللي خدامه قالت ليه قتلها عرفاتك، وهي تقول لي لا ما تقتلونيش هزوا الفلوس وما تقتلونيش. قالت لي قتلها عرفاتك. هو يجي جا ضغط عليها وقتلها، بقى يضغط عليها بيدي تماتت. قال ليه المراه اللي دارت قالت لي هاد الخطه فعلا قتلها. قال له هزيت الفلوس كاملين وبقات المراه العشيه وجات للدار. تما بانت القضيه على السيد، هي كانت تساعدو كانت تعطيه الفلوس كانت تكسلم ولادهم وكانت مهليه فيهم، ويلي اخر الحال شوف الخير فين رجع. صدقات لها على قبل الفلوس كلهم، وشوف الخدامه اللي جات وعارفه بلاصه الفلوس وعارفه كل شيء وما قرش ما تمرش فيها الخير، ما تمرش فيها، هي كتعطيها اكثر من اللي كتاخذ.
كتهلا فيها دايما في ولادها، وكتهلا في راجلها، ودايره اي حاجه تعطيها لها. شو بزازوها. شدوا الخدامه اللي هي مرات هاد السيد، وشدوه هو، وحولوا التحقيق، وحكموا عليه بمؤبد هو ومراته ووليداتها اللي مشاو ضحيه. تهزوه مشاو للخيريه، حك والده معاه 2 وليدات وباقيين صغار، واحد في عمره 7 سنوات وواحد في عمره 4 سنوات. تهزوا الوليدات مشاو للخيريه، وبنت الحاجه بقات عايشه بوحدها في دار امها، وخوتها برا ساقوا الخبار وجاو دوزوا العازي ديال امهم ودفنوا امهم وعشاو امهم. وهذه وصيه، الا كانت عندكم شي حاجه في الدار ديالكم ما توريوها للخدامه، وما توريهاش لاختك، ما توريهاش لاختك بنت امك وابوك، ما توريهاش. ما توريش اسرارك لاختك بنت امك وابوك، ما توريش اغراضك لخوك ولد امك وابوك. ثق في نفسك صافي، داكشي اللي عندك ما توريه لحد، ما توريه لحد، خليه بينك وبين نفسك. حك في هذا الزمان ما بقاش تثيق، في هذا الزمان ما بقاش تقول هذا خويا ولا هذا اختي ولا لا. داكشي اللي اسرارك خزنها تحت باطك، ما يسيق حد عياطك كما كيقولوا، اولا ما يسيق حد خبارك. الله يقنعنا، والله يعمل ربي يسترنا ويستركم دنيا واخره يا رب. هذه هي قصة اليوم، ان شاء الله نجيكم في قصة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.